السلام عليكم يا أحلى عائلة ويا أغلى المتتبعين. إيوا جلسوا، ديروا شي جلسة مريحة، حيت اليوم جيت نبرد غدايدي ونعاود ليكم على الصدمة والثقافة الجديدة اللي شفناها نهار الحد اللي فات. مشينا أنا والعائلة ومعنا الناس من البلاد، الناس الأمازيغ الأحرار، الناس النخوة والحشمة والوقار اللي كبروا على الحياة. إيوا قلنا نمشيو للبحر نبردو الصهد، نديو الوليدات يلعبوا والرجال يعوموا. ايوا سيدي ويا لالا، ما كملاتش لينا الفرحة، غير حطينا رجلينا في الرملة وحنا نلقاو راسنا في السينما ديال العرا. العيالات والبنات لا حشمة لا حياء، لابسين دو بياس وعريانين كاملين وسط عباد الله. عيالات كبار وبنات في مقتبل العمر، حدا الشيباني وحدا الدري صغير وحدا العائلة المحافظة. احنا بعدا حشمنا في بلايصنا، حضرنا عينينا للأرض. والرجال بقاو غا كيشوفوا غير الجهة أخرى وحشمانين. والناس د البلاد بقاو مسمرين، كيحسب ليهم واش غلطنا في الطريق ومشينا لشي بلاد أخرى. ايوا اليوم غنهضروا على هاد الظاهرة، كلاش والقاصح. غنضحكوا شوية ولكن غنقولوا كلام القاصح اللي كيربي النفس. واش البحر ولا هو سوق العرا؟ فين مشات تا مغربيت والغيرة؟ ايوا يا لالا، مشيتي للبحر باش تعومي ولا باش ديري عرض ازياء ديال اللحم؟ دابا انا بغيت غير نفهم هاد الاختراع السحري اللي سميتوه الدوبياس، واش هو اللي غيخليك تعومي حسن؟ واش الحوت غيحترمك اكثر الا لابساه؟ والله لا حشومه. كتشوف البنت غادا كتجرجر، لحمه من الفوق ولحمه من التحت، والناس كيتفرجوا وهي كتمشى بثقة في النفس. كيحسب ليها راها في هوليود. وفين هما هادوك اللي كيدافعوا على الحرية الشخصية؟ كيقولوا لك ايوا البحر هذا بغيتوهم يعوموا بالجلابة. لا 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 لا، ما قلناش تعومي بالجلابة ولا الكسوات الصوف، ولكن كاين اللباس المحترم ديال البحر، المايو الشرعي المستور، كاين الشورت وتي شيرت. اما تباني عريانه زلت الملط قدام عائلتك وقدام رجال غرباء، هادي ماشي حريه، هادي راه قله الحياة والسيبه. شوهتوا المنظر الشواطئ المغربيه، ولينا كنمشيو للبحر وحنا هازين الهم واش غنلقاو فين نجلسوا بلا ما يخرجوا لينا عينينا. دابا الهضره الكبيره والملامه الكبيره ماشي غير على البنات، الملامه على داك الراجل اللي غادي معاها. شفت عيني ما خبى عليا حد، البنت غاده بدوبياس والاخ او الاب او الزوج غادي حداها شاد ليها يديها وضاحك وفرحان، والناس غتاكلها بعينيها وهو ما كتحرك فيه حتى شعره ديال النفس. واش هادو رجال ديال بصح ولا غير سميه في البطاقه الوطنيه؟ فين مشات الغيره المغربيه؟ فين مشات ديك النفس اللي كانت كتخلي الراجل يقطع صبعه ولا يشوف شي حد في عرضه؟ الراجل اللي كيخلي بنته ولا مرته تخرج عريانه قدام الرجال في الزنقه ولا في البحر، هذا راه طاحت منه الهيبه والرجوله. المقوله المغربيه كتقول الراجل بكلمته والنخله بجريدتها. فاش كتغيب الكلمه والغيره كتولي السيبه في الدار. كتشوف عائلات من البلاد العروبيه او الامازيغ
كيموتوا بالسم وبالحشمة فاش كيشوفوا هاد المناظر، حيت باقي عندهم الساس ديال الدين والتربية، وباقي كيعرفوا بحق الوقار. الحشمة راه زين المرأة، والغيرة راه تاج الراجل. ايوا، فاش كنا في البحر نهار الحد، جلست حدايا وحده من العائلة من البلاد، امرأة مسيحية حرة، شيبانية تبارك الله وموقرة. بقات كتشوف وكتحسر، وقالت لي بالدارجة ديالتها المقادة: ابنتي، واش هاد الناس ما عندهمش الديور؟ واش هاد البنات ما عندهمش الوالدين يحكموهم؟ انا بقيت غير ساكته وحادره راسي، حيت حشمت في بلاصه هادوك العريانات. الناس ديال البلاد والامازيغ معروفين بالنيه، الوقار وتيفولكي. المرأة عندهم واخا تمشي للبحر كتعوم مستورة، ولا كتجلس بوقارها تحت الباراسول، والراجل عينيه في الأرض. هاد العولمة والموضة ديال العرا اللي دخلت لنا المدن خربت البيوت، ولاو كيحساب ليهم باللي التقدم هو تعري، وباللي التحضر هو تحيد حوايجها. لا لا لا، التقدم كيكون بالعقل، بالقراية، بالتربية، وبالأخلاق. أما العرا راه حتى الحيوانات في الغابة عريانين، واش هما متقدمين؟ ايوا، سمعوا لي هاد السيناريو اللي كيطرا بصح وكيحشم بزاف. تخيلوا معايا العيالات ديال البلاد تبارك الله حادقات غاديين للبحر، وهازين معاهم 12 ديال الدجاج محمر، الدلاح والترموس ديال اتاي مشحر، جالسين مستورات ومقادات الجلسة تحت الباراسول. ما جات حداهم نيشان جات واحد البنت دايره هذاك الدوبياس المجهد. ايوا، جات بغات تلوح الفوطه ديالها وتجلس حداهم. ايوا، العيالات ديال البلاد بقاو كيشوفوا فيها مصدومات. وحده غمزات الاخرى وقالت لها بالجهد: شوفي شوفي يا حاده، هاد البنت مسكينه واقيلا حرقوا ليها حوايجها، ولا والديها جراو عليها بالليل ما لحقت تلبس والو. البنت سمعتها وحماروا ليها الخدود بالحشمه. وما كملاتش هنا، البنت ناضت باغا تمشي تعوم، وهي طيح في داك الباراسول ديال العيالات، وطاحت نيشان فوق داك الطبسيل ديال الدجاج المحمر. الدغميره زلعت ليها على كرشها العريانه، وفخادها عمرو ليها بالزيت والزيتون. ايوا، ناضت ديك الشيبانيه ديال البلاد، شافت فيها وقالت ليها ببروده الدم ومعنى قاصح: ايوا، شفتي يا بنتي، كون كنتي مستوره بحوايجك كون الدغميره ما حرقاتكش في لحمك. دابا صدقتي لا عمتي لا دجاج كليتي. ايوا، البنت بقات عاديه وكتجري لجهة الماء باش تغسل المرقه والدغميره من لحمها، والناس كيموتوا بالضحك عليها. هاد الشي كيبين بلي اللي كيبغي يبان كتر من القياس وكيتعرى قدام العائلات، ربي كيجيب ليه الشوها غير بوحدو. ايوا، الحاصل اختي، ابنتي، وحتى انت اخي الراجل اللي كيسمعني دابا، هاد الهضره قلتها حيت قلبي طايب، وحيت غيور على ولاد وبنات بلادي. البحر راه جعلو الله باش نستمتعوا بالطبيعه ونرتاحوا، ماشي باش نرجعوه مكان لنشر الفتنه وقله الحياه، ونحرموا على العائلات المحافظه والمحترمه
أنها تتبحر وتفوج. رجعوا لأصلكم، رجعوا للحشمة والوقار اللي كبرنا عليه في المغرب. الزين يحشم على زينو، والخايب غير لهداه الله. إلا عجبكم هذا البودكاست وهذا الكلام القاصح والموزون، بارطاجيوه مع كاع الناس اللي كتعرفوا باش توصل هذه الرسالة. وكتبوا لي في التعاليق واش حتى نتوما كتحشموا فاش كتمشوا للبحر وتشوفوا هذا الشيء. ايوا تهلاو في راسكم وفي عائلاتكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلام عليكم.